ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني كتير، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعمل وصفه حلوه قوي. الوصفه دي انا من اول ما فتحت الفيديو وانا نفسي انفذها لكم، من كتر ما هي ما شاء الله بتطلع ناجحه معاكم. دي وصفه الكيك، اللي هو ايه، جاتو الشاتو. الوصفه دي ناجحه مع كل الناس، فما تقلقوش ان شاء الله. اي حد بيعمل كيك وبتفشل منه ما شاء الله الوصفه دي ناجحه بكل المقاييس مع كل الناس، مع اللي لسه حتى بيتعلموا يعملوا كيك من اول وجديد. اول حاجه، خطوه لازم تعملوها ان انتوا تجهزوا كل مكونات الكيك، كل حاجه تجهزوها وتحطوها في مكان كده وتقدروا ايه تعملوا، تخوفا ان انتوا تنسوا اي مكون من المكونات وتفشل بعد كده. فان شاء الله كل حاجه هتبقى ناجحه لما تنفذوا اللي انا هقول لكم عليه. انتوا جهزوا كل المكونات وسيبوها، وبعد كده شغلوا الفرن. دلوقتي الفرن هيشتغل قبل ما ننفذ اي حاجه. بعد ما جهزنا بقى الفرن ولعناه على درجه حراره 180، نجهز بقى الحاجات التانية. نقول المكونات. اول حاجه كوب سكر اهو. انا هطلع لكم دلوقتي مقدار الواحده بس. كوب سكر مع كوب لبن مع نص كوبايه زيت اهو. انا اصلا كده كده ناويه اعمل مقدارين ان شاء الله اهو، فانا حطيت ايه نص كوبايه زيت اهو. وانا دلوقتي بعمل لكم مقدار الواحد بس، يعني انتوا هتعرفوا دلوقتي ان ده مقدار الواحد. انا هزود كده كده من عندي. الواحد قلت كوب سكر، كوب لبن، نص كوبايه زيت. عليهم بقى معلقتين كاكاو كبار، ده كاكاو خام. ومعلقه نسكافيه. هنضرب بقى كل المكونات دي مع بعض. هقول لكم المكونات تاني. كوب سكر مع كوب لبن مع نص كوب زيت مع 2 كاكاو ومعلقه صغيره نسكافيه، اي نوع انتوا تحبوه. نضربهم بقى مع بعض. وادي المقدار اللي احنا عملناه. هنفضيه بقى ونرجع نعمل المقدار التاني. انا بقول لكم بس الموضوع كله، بجيب لكم مكونات المقدار. انا كان ممكن احط الاتنين مع بعض عادي، بس انا حابه اللي عاوز يجرب الاول يجرب في مقدار واحد. بس ان شاء الله هي ناجحه، ما تقلقوش يعني. نعمل بقى المقدار التاني. كوب سكر مع كوب لبن مع نص كوب زيت ومعلقه النسكافيه. معلقه النسكافيه مع معلقتين الكاكاو الخام، معلقتين كبار. ونضربهم دلوقتي تاني. نفضي بقى على المقدار التاني ونسيب نص الكوبايه اهي، او اقل من النص بشويه. ده بقى الصوص اللي هيتعمل، اللي هيتحط على وش الجاتو شاتو بعد ما يتعمل. بس بقى دلوقتي بقى هنضرب البيض في وعاء لوحده. هما المقدار 2 بيضة بس، من البيض الكبير مش البيض البلدي. انا عشان عندي بيض بلدي فحطيت المقدار 2.5 بيض بلدي، فعملت للمقدارين 5 بيضات. ونحط عليهم على طول الفانيليا اهو، وسنة ملح، وسنة ملح صغيرة اهي. نضرب دلوقتي بقى البيض. بعد ما ضربنا شوية بقى نحط معلقة خل ونرجع نضرب تاني. كده ضربنا البيض اهو. نفضيه بقى على المكونات التانية. نفضي البيض دلوقتي اهو على الخليط الصاج. ونعمل دلوقتي بقى، نحط دلوقتي البيكنج باودر او الكيك شيف زي ما تحبوا، او كمان الكربوناتو. بس انا هحط كيك شيف. المفروض نحط كيك شيف قد ايه؟ لكل مقدار معلقه صغيره من من البيكنج باودر او الكيك شيف. انا هحط على المقدارين باكو.
ونشوف دلوقتي بقى الدقيق. نضيف دلوقتي الدقيق، اول كوبايه دقيق نحط نص كوبايه ونرجع نضرب. ودي الكوبايه التانيه نحط نصها برضو ونرجع نكمل تاني. ودي الكوبايه التالته نحط نصها. نلم بقى كل الاطراف دي عشان نضربها كلها وما يبقاش في تكتلات في الدقيق، ونرجع نضرب تاني. هو ده بقى القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. ده بقى القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه كده. المقدار اللي احنا قلناه، كوبايه زيت مع كوبايه لبن مع نص كوبايه زيت مع كوبايه لبن مع كوبايه سكر، معلقتين كاكاو، معلقه نسكافيه، ذره ملح صغيره، 2 بيضه، عليهم قد ايه بقى؟ عليهم معلقه كيك شيف او بيكنج باودر مليانه، وعليهم كوبايه ونص دقيق. هو ده بقى المقدار اللي احنا عايزينه، قصدي الخليط اللي احنا عايزينه يكون نفس القوام ده كده. ونجيب بقى الصواني وندهنها زيت وندخلها الفرن. ندهن بقى الصينيه زيت دي ودي. انا كده هعمل في 2 اهو. القلب ده عشانكم انتوا يا متابعين. نوزع كده الزيت في كل الاماكن، واللي يتبقى ننزله الصينيه التانيه اهو. نوزعه كله اهو، ما نخلوش تقيل. ونفضي بقى الخليط اللي احنا هنعمله ده. نفضي بقى الخليط هنا. بسم الله بسم الله، اشهد ان لا اله الا الله والله اكبر. بصوا الجمال، بصوا الطعام، بصوا الهضمه، بصوا الحاجات الحلوه. نشوف بقى الصينيه التانيه. ودي بقى الصينيه التانيه اهو. الكيك شيف مش محتاج ان انت تحط كتير علشان ما يبقاش سميك، بيبقى قصير عادي، مش لازم الكيكه تبقى كبيره بقى ونفضل بقى ناكلها على مراحل وكده يعني. حلوه قوي، حته كده في قطمه في بقك على طول تخلص على طول. وكده نبقى عملنا الصواني اهو. ان شاء الله هندخلها الفرن على طول. ندخلها بقى في الفرن، ويا ريت الفرن يكون فيه مروحه في الظرف اللي في النص. لو في مروحه الكيكات بتطلع ناجحه. بسم الله. نطفي بقى عليها، نطفي ايه؟ نقفل بقى باب الفرن ونسيبهم تلت ساعه نص ساعه كده، ونتابعهم طبعا من البوتاجاز من بره، ما نفتحش عليهم البوتاجاز ابدا. دلوقتي بقى ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الجمال والطعامه والهضمه. بصوا حلوه قوي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. والحمد لله الذي تتم بنعمتها الصالحات. خلصت الكيكه. دلوقتي بقى هنحط الصوص. بصوا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نحاول نشربها كلها بالصوص، نغطيها كلها اهو. بصوا الجمال، بصوا الطعامه، بصوا الهضمه. بس طبعا ما نحطش عليها صوص الا لما تكون دافيه، مش بردت، لا تكون دافيه يعني. كده بقى شبعت كلها. شايفين الجمال، شايفين الطعام، شايفين الهضمه، شايفين كل حاجه حلوه. مش عايزه اقول لكم بقى لنا قد ايه مستنيين الكيكه دي تتعمل. واخيرا حان وقت تقطيع الكيكه. يلا بسم الله. واو، اللي يعملها بطريقتي يا ولادي يقول لي، يفرحني كده.
طبعا انتوا ما سمعتوش صوت مسوكه من الاول لان مسوكه كانت نايمه، فازاي حاجه تحصل بقى من غير ما مسوكه تحضرها؟ حضرت التقطيع الحمد لله. لو مسوكه كانت صاحيه لا كنا عملنا كيك ولا كنا عملنا اي حاجه، الحمد لله. لازم نضحي بقطعه عشان باقي القطع تبقى كويسه. هاتي يا سوجي ناحيتي. واو واو، شوف بقى الباقي، بصوا. انا متخيله الطعم لان الريحه بتدل ان الطعم تحفه. بصوا بصوا الجمال والطعامه والهضمه. واو 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 واو. حته يا روحي عجباكي؟ ارفعيها يا جنه كده عشان تشوفها. هات الطبق هنا يا سويجي. قولي واو كده يا كوكا. واو واو واو. مع كوب شاي بقى او حاجه ساقعه. واو واو واو. بصوا الجمال، بصوا الطعامه، بصوا الهضمه، تحفه تحفه تحفه. اللي يجربها يقول لي، لان انا واثقه جدا جدا من الجمال والطعامه والهضمه اللي هتعملوها. باي باي يا حلوين.